كشفت الفنانة فدرة سبب زواجها من الشقيقين سامح الباجوري وهادي الباجوري قائلة: كان لازم احتكر العيلة. وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر فضائية أون اتجوزت سامح وبعده هادي وتقريبا لازم أعمل احتكار للعيلة دي. وأشارت: زواجي من هادي الباجوري لم يستمر طويلا، وتزوجت حبا في حماتي لأنها كانت مميزة في كل شيء وكانت مثقفة وحواري معاها لا أمل منه. وتحدثت الفنانة فدرة عن تفاصيل علاقتها بزوجها الراحل المخرج سامح الباجوري قائلة: أنا وسامح الباجوري حبينا بعض واتجوزنا بعض. وتابعت: كان فنان عظيم وشغله كان عظيم جدا، لافتة هو اللي دخلني عالم الفن بعدما درست الطب وكنت بقرأ أي عمل يكتبه، وقررت التوجه للفن بسبب زوجي وهو حببني في الفن، شفنا بعض وعكسني وحبيته وتزوجته. وكشفت الفنانة فدرة عن كواليس زواجها من المخرج سامح الباجوري مؤكدة إنها لم تخطفه من دينه. وأضافت فدرة في لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة أون أنا اتجوزت سامح الباجوري وأنا عندي 18 سنة، وبعدين اتطلقنا وأنا سافرت ورجعنا اتجوزنا تاني وأنا عندي 25 سنة، وبعدين اتطلقنا تاني وكان عمري 27 سنة، وبعدين اتجوز الفنانة دينا بعد ما اتطلقنا ب3 سنوات. وعن علاقتها بالفنانة دينا أجابت: مفيش علاقة بيني وبين دينا، فأنا معرفهاش وما جمعناش غير إنها كانت متزوجة من سامح في أيامه الأخيرة، ولما توفى ما كانتش زوجته. وكشفت الفنانة فدرة عن بداياتها في الفن وتحولها من دراسة الطب للفن قائلة: اللي حببني في الطب هو الفن، فلما تفتحي وتشوفي القلب شيء عجيب. وسامح خدني للفن وكنت مهتمة بالموديلز، وبعدين اهتميت بفكرة الديكور والملابس وقررت انه هو ده اللي عايزة ادرسه، ودرست في امريكا ومضيت اول فيلم كمصممة ازياء. وتصدر اسم المخرج هادي الباجوري ترند محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحات الفنانة فدرة أمس عن زواجها من الشقيقان سامح وهادي الباجوري، مؤكدا إنها تعشق هذه العائلة وكان ضروري أن تحتكرها. وقالت فدرة في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة عن زواجها من الشقيقين سامح وهادي الباجوري: اتجوزت سامح وبعده هادي وتقريبا كان لازم أعمل احتكار للعيلة دي. زواجي من هادي الباجوري لم يستمر طويلا وتزوجت حبا في حماتي لأنها كانت مميزة في كل شيء وكانت مثقفة وحواري معها لا أمل منه. هادي الباجوري تزوج من الفنانة ياسمين رئيس والتي أعلنت فبراير الماضي عن انفصالهما، وبعدها بشهرين فقط أعلنت ياسمين عودتها إلى هادي الباجوري من جديد بنشر فيديو رومانسي وقلوب حمراء، وفي الخلفية صور تجمعهما معا، ولم تعلق على الفيديو واكتفت بإيموجي قلوب حمراء. هادي الباجوري أخرج العديد من الفيديو كليب ومنها قدم العديد من الأفلام والمسلسلات، ومن بين أشهر أعماله أغنية رجب، غناء اللبنانية هيفاء وهبي، ولسميرة سعيد أخرج كليب حب ميؤوس منه، والحكيم أخرج أغنية السلام عليكم. وهادي الباجوري دائما ما يثير الجدل بتصريحاته، ولعل أبرزها حينما أكد أنه ليس لديه مشكلة في تصوير مشهد جنسي بأفلامه، كما أكد أنه لا يمانع تقديم زوجته ياسمين رئيس مشاهد رومانسية وسعده لقب جوز الممثلة. وهادي الباجوري أخرج مؤخرا مسرحية أحفاد رايا وسكينة، أول بطولة مسرحية الأولى للنجمة ياسمين رئيس، وشارك في بطولة المسرحية النجمة دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أسقس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس. ومن أعمال هادي الباجوري الأخيرة أيضا مسلسل البحث عن علا تأليف مها الوزير وغادة عبد العال وبطولة هند صبري وسوسن بدر. ومن أشهر أفلام هادي الباجوري فيلم هبيتة.